الفرح بحد ذاته قواعده كده والكونسيبت بتاعه في مصر 90000 جنيه كان بيحوشهم هو طبعا بعين امه في الجرد والحاجات دي كده. فين اللوجيك؟ يعني ايه الفرحه لما الاقي الناس اللي هم العساكر بتوع الدار اللي بيعملوا في اي دار ماسك سيف بيولع نار يا بقى ايه، والعروس والعريس والعروسه يعدوا من تحت السيوف، الحاجات اللي هي الكوبايات اللي عليها الشربات وكده، وماشيين كده ايه، ويلفوا بقى ايه، يلفوا مره واحده كده. انا جامد فاهم، انا جامد، يلا كده اهو لف كده، واقف كده، واقف في مكانه والف مره واحده، خد وشه مفيش، ما بيبتسمش. بص الشربات ما بيقعش ازاي. فكره البهرجه الشاسعه المقرفه. يعني مثلا احنا بقالنا كام سنه عندنا اختراع الفيديو ده؟ بقالنا مثلا من سنه 1980 مثلا، وتلاقي برضه في كل فرح يجي المصور كده ايه، وقوم جايب وشك ويقف. اعمل ايه طيب؟ ايوه انا جايب فرح، عامل ايه؟ عارف لو انت في السي اي اي ما كنتش هتعمل كده. ده عليه ثواب على فكره، في خمس حوالين التورته اللي هو يا اولاد الكلب انا صارف كتير فاهم، صور الكريمه وخش في الكريمه. الحركه الجميله جدا بتاعت الامهات اللي هي ماسكه الشبكه وتلف عروس، ها بنتي جايب لها دهب انتوا ولاد كلب. المشكله المشكله المعازيم بقى اللي بس ما شاء الله حلوه شبكه يا سبحان الله، دي دهب دي اعمل ايه يعني لما توريني الشبكه كده واقفه بتلف على المعازيم كلهم، ويجي المصور بقى يخش يلف حوالين الشبكه زي ما بيلف حوالين الكاميرا. وساعات في ناس بتصور له البوفيه اللي هو احنا بناكلكم اكلات فاهم، يخش يلف كده على البوفيه كده مره واحده ايه، لا والله مكلفين جايبين ديك رومي معظم جايين الفرح يا بنات جايه تشقط رجاله، فاللي بتفك الحجاب يوم الفرح، اللي مش عارف ايه بتلبس فستان الام بتتعامل مع البنت كسلعه رخيصه جدا. هز شويه بقى عشان تلميك، شفت عرسانيه يا وليه في ايه ما تتلم طبعا ايه تروح يا اميره يلا نرقص ورايحين انت يعني انت بتشتغل ازاي يا حاجه؟ ولا وفي ناس بتتعقد الموضوع، لا 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 لازم بنتي تعمل فرح في فندق الحتشبنتوفو الكبير. لا اصل دي فرحه البنت، والبنت عمرها لا 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 دي بهرجه وفلوس على الارض على الفاضي. البنت حلوه وبتاع وكده ولازم نفرح والكلام ده كله، بس انتوا بتعملوا عادات وتقاليد قذر. لو مفيش فرح مفيش جوازه، ما في مصروف، بتدمروا حياه ناس كتير بمجرد ان انتوا ما عملتوش فرح. انتوا بتفكروا ازاي؟ تخيل لو انت 50000 جنيه دول بتوع الفرح اتحطوا في مشروع للعريس والعروسه، كان ممكن يفتح لهم بيت قدام، يعني ممكن يفتح لهم بيت تاني غير اللي في التجمع، عارف، ممكن يبقى ياخدوا حاجه جديده في الشروق. بلاش مشروع خدنا ال 50000 جنيه دول وجوزنا بيهم ناس تانيه. انت متخيل المعروف اللي ممكن تعمله ان ب 50000 ثمن فرحك تجوزت ناس تانية؟ انت عارف طبعا عايش طول حياتك بالكافح دي عشان تتجوز اصغر حق ليك في الحياه، بس انت ممكن تتجوز واحد تاني لا يمكن كان هيجيله فرصه ال 50000 جنيه بتاعت الفرح دي. ده افترض ان هو 50، يعني انت ممكن تحل له مشاكل حياته كلها لما تدفع للراجل اللي ماسك ابو سيف ده اللي بيخش يعمل كده ويعمل كده، والراجل اللي بيلف حوالين التورته يذل ابونا بالتورته، والتورته 19 دور. ليه يا ماما ليه تورته 19 دور؟ وفي الاخر ايه بيقطعوا حته كده ايه وياكلوا نفس الشوكه هم عشان يبوسوا بعض وكده فاهم، رخص رخص جدا يعني. ومشكله الناس بتتضايق وبيبقى عليها بلاوي سودا وبيسددوا فيديوههم 20 سنه قدام عشان يوم واحد عايز افرح فيه بنتي، مع ان معظم اهالينا ومعظم الناس دول اتجوزوا بولا حاجه. لو يا رجف مكسور يا سيدي العريان وحاجات كده. هل شايفين ان الكلام كله ده اللي بيتصرف ده هل ده بيرضي ربنا؟ يا ريت تعيدوا تفكيركم شويه.